صباح الخير، صباح العسل، صباح الهنا، صباح الفرح. يا رب نهاركم سعيد وابيض ان شاء الله. تعالوا بينا كده نصلي على النبي ونقوم كده نحضر مع بعض كده فطار. اول حاجه كده جبتها الجرجير، وعايزه اقولك لما تكوني بتنقي حزمه الجرجير بتاعتك دايما هاتي الجرجير اللي تحسي العود بتاعه بيبقى رفيع مش تخين عشان ما يبقاش حراق. وطلعتي كده قطعت يعني فلفل، وقطعت طماطم، وقطعت بصلاية، وكمان عصرت عليهم يعني عصرة كده من الليمونة، وحطيت عليهم شوية ملح. بس كده، وغسلت طبعا الجرجير وطلعت العيش وجبت طعمية من بره. كان فطاري كده خفيف كده، وحاجة بسيطة الحمد لله على كل حاجة. بس كده، وقعدنا بقى فطرنا، واحنا بنفطر بقى بنفكر طبعا كالعادة زي اي بيت مصري هنتغدى ايه هنتغدى ايه، او اي تفكير بيت يعني في الدنيا كلها بيفكر نفس التفكير ده. هنا بقى كنت خلاص الحمد لله استقريت على حاجة، بس قلت اشرب الشاي الاول وبعد كده اقوم ابدأ اشوف هنعمل غدا ايه. صبيت الشاي كده وهقلبه بقى وهقعد كده اشربه. بس خلاص شربت الشاي، وبعد كده بقى كان عندي ممبار كنت سلقاه، وكان عندي حتة كرش كده طلعتها سلقتها وابتديت هقطع الكرش حتت صغيرة كده. والممبار بس تعالوا بقى نشوف انا هعمل فيهم ايه. بقول لكم بصوا انا قطعتها حتت صغيرة، وعايزة تصغريها اكتر من كده كمان عايزة صغريها. هنا بقى كنت طلعت الجريلا وهحط فيها شوية زيت صغيرين قوي، مش كتير يعني هحط فيها شوية صغيرين. وهسيبه يسخن شوية، وبعد كده هنزل فيه يعني هحط فيه الممبار. مرضتش احطه في زيت يكون كتير قوي. الحركة دي حلوة قوي ان تحطيه كده في شوية زيت صغيرين، بس اهم حاجة ما يكونش الطاسة بتلزق. وهنا كمان كنت قطعت الكرشة وقطعت الفلفل الرومي زي ما انتوا شايفين، وحطيت معاهم فص ثوم وبصلاية، وشوحت كل الكلام الحلو ده في الجريل مكان الممبار. وهنا بقى خلاص كنت حضرت الغدا. وهعمل ايه تاني؟ هحط اهو ال- الخضرة. انا بقى كنت جايبة شبت وبقدونس وكزبرة، فقطعت بصراحة كل الخضرة دي وقلت استغلها النهاردة. وكمان كنت حمرت الممبار وقطعته زي ما انتوا شايفين حتت صغيرة كده، وهبدأ بقى ارصه في الصينية. وانا دايما بحمر الممبار على قد اللي بياكل. وهنا كنت غرفت الناحية التانية